اوه ايوه اوعى وحجم الكرواسون بالنسبه لدماغي. تملي معاك تملي حبيبي ولا بنساك. الترند الجديد، اكبر قهوه واكبر كرواسون على مستوى العالم من ارض دبي، بس احنا يا معلم مصريين. المكان اللي احنا موجودين فيه النهارده المفروض ان هو يتم الحجز قبلها ب 24 ساعه، بس انا الصراحه جيت واتنططت عليهم وقلت لهم انا بلوجر ومعايا ناس كتير وناس هتخرب الدنيا في الكومنتات. قالوا لي احنا ممكن نستنى شويه ونبدا نعمل لكم الحاجات دي لان بتتعمل بريزرفيشن او حجز مسبق قبلها ب 24 ساعه. احنا بقى يا معلم مصريين المفروض ان احنا هنجرب النهارده 10 لتر قهوه في مكان واحد او في مج واحد، ومعاها اكبر قطعه كرواسون على مستوى العالم. الكميه دي مستحيل 5 بني ادمين يخلصوها في قعده واحده. تعالوا نشوف المصريين لما يحبوا ياكلوا ولو اتفضل مننا حاجه هل هناخدها تيك اواي هيحطوها ازاي. قعدت مستني في المكان ده ساعتين بالظبط عشان اقدر اخد الحاجه، لان الناس اللي قبلنا اتاخروا جدا في اكلهم وشربهم للقهوه. تعالوا نشوف بعد مرور ساعتين في المكان ده، يا رب الصبر بتاعنا ده ما يخلص. هنشوف الكلام اللي جاي ايه، فيديو موت. يلا بينا يا فاينلي يلا بينا الحاجه جت. اوه واو ثانك يو سو ماتش ثانك يو. يو guys really thank you so much. يعني I'm so happy that I was being here والله. انا مش عارف يا جماعه، الناس دي ناس محترمه بصراحه. عارف ان انت بتاع العسل عاملها لك. دول جايبين لي شمع، دول جايبين لي شمع عسل. مش من ضمن العرض ده. لا مش من ضمن العرض عشان عارفينك. Thank you so much. Thank you so much really for everything. Thank you. أنا مش مصدق يا جماعة، والله بجد مش مصدق إن الموضوع خرج بالشكل ده. كل حاجة جميلة. بص كوب القهوة عامل إزاي؟ بصوا كرواسون عامل إزاي؟ شمع العسل أول حاجة أنا هجربها شمع. أنا هجرب الشمع أول حاجة يا معلم. طب ده عسل اصلي؟ هشوف هات كده معلقة. طب الراجل ده انتوا نسيتوه يا جماعه؟ 100% اصلي. تملي معاك. تمام. ده أنا أول حاجة أنا لازم أجرب الشمع بصراحة. أول حاجة عسل بشهد. بسم الله. العسل يعني إلى حد ما كويس. العسل نفسه مش حالي، لذوقته كويسة، طعمه مع الشمع واو. بس ده في الأول وفي الآخر هو عسل زهور، يعني النحل بيتغذى على مجموعة زهور وبيفرز العسل ده، وده عسل مناحل مش بري. عموما هو حاجة كويسة إن هم جابوا حاجة زي كده وعرفوا أصلا إن أنا راجل شغال في العسل وبتاع، بس أنا جايب النهاردة معايا العسل بتاعي. العسل عندي متجمد يا جماعة، مسكر. معنى ان هو مسكر زي ما احنا قلنا، هو العسل ده مش معناه ان هو مش طبيعي. العسل ممتاز والعسل كويس، بس ده اتحط في درجه حراره منخفضه. طبعا كده غالبا الشغل اللي بيتعمل بص بيتقطع بالمعلقه، مع ان ده عسل سدر ويمني. تمام. عايز احطه على الكرواسون عشان يبقى يديله طعم احلى شويه. ونيجي للقطه الحدث الرئيسي، اكبر قطعه كرواسون مكتوب عليها باسم بتاع العسل بالشوكولاته، شكل النحل. الكرواسون نفسه انا لسه ما مديتش ايدي عليه، مستنيه بس يجيب لي جلافز عشان اقدر احط ايدي عليه وابدا اشوفه من جوه. بس مبدئيا احنا ممكن نعمل كده الشوكه دي. لا واضح ان الشغل عالي قوي يا جماعه. الحاجه فريش جدا طريه. بص 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 ادي يا عم احمد. بص ادي جامد يا عم احمد. الموضوع كبير يا جماعه، شكلها هتحصل مجزره دلوقتي. انا كده نفتح جوه بقى نشوف الكلام على ايه. نقول بسم الله. بصوا الكلام شكله عامل ازاي. الموضوع من جوه هش جدا، الريحه تحفه تحفه تحفه، يستاهل الترند. بص كده يا معلم، ده حجم الكرواسون بالنسبه لدماغي. ده كده واحد كامل. بص اكبر من دماغي. الناس دي يا جماعه الشغل حلو. كاتبين اسم المطعم بيكارست. مج القهوه ده اللي حرفيا قد دماغي. حاجه جايه سخنه فريش
لفته حلوه بصراحه اللي هم عملوه ده. بس تعالوا نجرب بقى ايه الكلام المهم ونقول بسم الله. ودع عم احمد. اكلك منين؟ انا لازم اعرف الكلام ده. عايز انا مش قادر اتكلم من كتر الجمال يا جدعان، والله ما قادر اتكلم من كتر الحلاوه. هو فعلا مش اقل من 4-5 اشخاص ياكلوا البتاع ده. لازم نحط حبه عسل بقى كده، واحده كمان عشان الكلام يحلو. يا سيدي يا سيدي يا سيدي، مصريين يابا، مصريين في كل حته. انا بقول تقفل الفيديو عشان مش هكمل كلام، ما بهزرش، ده الترند. الحته دي لوحدها تتاكل حاف. اغرف. اغرف ايه يا ابني انت؟ امال هم جايبين دي ليه؟ مغرفه مخصوص عشان تقدر تملى الكب بتاعك انت والناس اللي معاك من الكب الكبير. ودع عم احمد. ودع الشحباتشينو عم احمد. شحباتشينو ايه بس؟ بص مهما اتنططت شحباتشينو قرص ترب. قرص. حسبي الله ونعم الوكيل. فتجربه جديده، الموضوع ممتع بصراحه. كده المج بتاعي اتملى، المفروض ان دي بتفضل كده. املى بقى يا معلم زي ما تملى. الفكره ان دي كلها تقريبا 10 لتر كوفي. احنا بنتكلم ان احنا مستحيل من رابع المستحيلات حتى لو خلصنا الكرواسون مستحيل نخلص القهوه. فهنجرب احنا دلوقتي الموضوع هينفع ناخده تيك اواي معانا، وشكل التيك اواي عندهم هيبقى عامل ازاي. شكلنا هيبقى قدام الناس بعد العرض ده كله. هو لاتيه مبدئيا مش قهوه، بس هو كطعم حلو جدا، موزون جدا، ولا في مراره زياده ولا في طعم الحليب زياده. الحاجه موزونه، مش محتاج لها حتى ان انت تضيف لها سكر. والشيف مخصوص يا جماعه بعت لي حاجه سبيشال. بص كده معايا. This is special ice cream with caramelized honey. And the Caramelized bee pollen. honey. Yeah, and the bee pollen. البي بولن. Yeah. البي بولن يا جماعه يعني حبوب لقاح. حبوب لقاح اللي بتيجي من النحل، ودي مكمل بروتيني عالي وفيها 26 ل 42% بروتينز وحاجه كده من ورا الخيال. دي حاجه جايه لنا احنا كده بما ان هو عارف ان احنا بتوع عسل وبتاع، وحاطط المكونات بتاعتها معموله بعسل وحبوب لقاح. ثانك يو سو ماتش. ثانك يو براذر. بص القطعه. ايس كريم معمول بعسل بحبوب اللقاح. يا نهار اسود عليا. يا نهار اسود عليا يا جماعه، انا هموت من جمال الحاجه. يا نهار اسود عليا بجد يا جماعه. الناس دي مظبطتنا في ثلاث حاجات، ايه في كذا حاجه، كل حاجه جايه بصراحه واو. الايس كريم بالحبوب اللقاح مع العسل ده تحفه. كلمه بتاع العسل اللي موجوده مع شكل الخلايا حاجه انا بسطتني جدا. قطعه الشمع بالعسل اللي فيها، فده دليل ان الناس بتختار مكونات الحاجه بصوره عظيمه. بعد اذنكم انا محتاج اقفل دلوقتي عشان في جريمه هيتم ارتكابها مع كل الحاجات اللي احنا فيها دي. اقفل يا عم زياد. ودي لقطه مهمه جدا، ان احنا لازم نضيف على اللاتيه ده حبه من العسل يا معلم اليمني. ايوه اوعى. يا ترى هيبقى طعمه ايه بعد ما استنى بس اما نخلطه كويس. هيبقى طعمه ايه بعد ما ضفنا العسل؟ هيبقى طعمه مسكر يا عم احمد. جرب كده. ولا عملت اي حاجه. ما ضافش اي حاجه، نزود شويه عسل. ما تيجي نجرب. انا مش هخليك تجرب يعني، انا هجرب انا. لا كسر المراره والله. لا والله. والله العظيم. والله قول لي بقى اسمك ايه؟ شو أنا اسمك؟ اسم جوهر جوهر. منين أيوة. يا جوهر؟ حق فلبين. فلبين. طبعا انت بتتكلم عربي كويس على فكره. ايوه لازم ضروري 100%. انا هو كلام عربي ايوه بس ما في ثاني نفع. ايوه. أنا بس انت بتعرف تعمل حاجات بالعربي صح؟ لازم ضروري. تغني؟ ايش هذا؟ تغني سينج. ايوه لازم. ايوه قول. انا هديله المايك يا جدعان ونسمع. انت عندك موهبه كبيره. ها؟ ايوه موهبه جباره. ايوه ناس كتير بيشوفوك. انت بتشوف ولا؟ قول بقى غني. يلا تملي معاك، تملي حبيبي ولا بنساك. تملي معاك، تملي حبيبي ولا بنساك. طب حافظ ايه تاني لعمرو دياب؟ سبحان الله ايه ده؟ الحمد لله. فيري نايس وان.
احنا تعالوا نشوف. Brother, can I ask you one question but try to understand me. This coffee, it's too much big. How can I take it with me? Can I take it take away? Cup, yes. Really? What big is the cup? It's like in a take cup, like this one, like cup like that one. For take Ah, 10 liters. it's Then later, you want it all, sir? Take away? Yes, we have only like take away cup like this. so you have only take away. For example, we can take 3 piece for Yes, us of course. for the way. Yes, we will put. ثانك يو سو ماتش براذر. دلوقتي يا جماعه بعد ما سالناه الراجل عادي جدا وبكل بساطه قال يا جماعه انتوا عادي خالص ان انتوا تاخدوا قهوه معاكم، احنا عارفين ان كميه القهوه دي كتير بس الفكره نفسها فعلا بملايين، الفكره تستاهل. مطعم زي ده كامل متكامل بيقوم فكرته كوجه من ضمن اوجه الدعايه على حاجه زي كده، لا الموضوع بصراحه شابوه. ناقص بقى حاجه واحده بس، الشيك. ربنا يستر. هندفع كام الكتمنص؟ الكتمنص. جت اللحظه الحاسمه، ربنا يستر. بسم الله. قول لي كده يا زياد، هي فيها رقم عالي قوي ولا رقم لا عم احمد عادي. يعني نقول ربع كيلو عسل ماشي؟ لا نص كيلو عسل بالدهب مثلا. نص؟ يا نهار اسود، بتتكلم بجد؟ مثلا يعني. نص كيلو عسل زياد ما تهزرش. افتح ولا ايه؟ فتح يا عم. كام؟ يلا كذاب، عيل كذاب، عيل كذاب. الحساب كله يا جماعه 208. ما شاء الله ما شاء الله، اسعار تحفه. او انا بالنسبه لي 208 ده في رينج اللي انت بتاكل فيه في دبي كمطعم، انت في مكان ممتاز، اكل ممتاز، كواليتي عاليه جدا، اتعمل لك شو كبير جدا، فلا الشو يستاهل والاكل يستاهل اكتر من الرقم ده. صراحه انا مرضي، يعني انا مبسوط بكل ده. خد 5 درهم يا عم احمد. 5 درهم؟ اتكل على الله يا عم انت. 5 درهم اتكل على الله يا عم انت عشان يا عم. 8 درهم اللي فوق البتاع. 8 درهم ايه يا عم؟ اتكل على الله. زياد معاك 3 درهم. انت 3 درهم يا يا زياد. عم خد 5. 5. طب حلو، يبقى معاك 10 درهم. شوف بقى انت كده دفعنا معاك. انت كده خلاص يعني. طب خلاص اذا كنت عايز تدفع معايا بدفع الفاتوره كامله. انا قصدي 5 لا ما تهربش دلوقتي، ما تهربش 5 دلوقتي. درهم. لا هتدفع الفاتوره كلها. 20 سوم. السوم؟ ايوه عملة الدولة اللي وديها لنا زياد. وانا مالي بالدوله بالدرهم كتمنص. لا، نو جند درهم. يعني نو درهم. جنيه. نو درهم. السلام عليكم. السلام عليكم. هو كده هو كده. بعد ما مرينا بكل مراحل التجربه احب اقول لكم التجربه ممتازه، كل حاجه حلوه، الاكل تحفه، لازم تجربوا المطعم بكريست التجربه من الاول للاخر، هتيجوا هنا تتبسطوا. ما تنساش يومك جميل. سلام.